يظهر لنا عمرو اديب كعاداته بحاجه غريبه جدا. البرنامج هو بيموت في الاكل والشرب عامه، وظهر لنا مين بقى المره دي؟ مستر بيجا. بيجا. وطبعا بيجا زي ما حضراتكم شايفين متوارث الشغلانه. عن جد عن جد. ايه يا بيجا، وانت نسيت جدودك ولا ايه؟ انت فين بقيت جدودك يا عم؟ وانت خلاص فاكر جدا الاولاني؟ انت هنكت جدا واقف لحد كان نزل له سوفت وير طيب ولا ايه؟ وبعدين بيجا مش اي حد، ده عمرو اديب اصلا بيهبق على اي حد كده، على اي مطعم محترم عشان يعرف ايه يلبي رغباته منه. فوقع على بيجا، وبيجا بسم الله ما شاء الله ده مش اي حد، ده انا ابا عن جد عن جد. ابا عن جد يا جماعه. ده بيجا ده هو الجيل الرابع الفور جي. عقبال يا رب، هو ده اللي نزل مصر على كده من سنتين، عقبالنا لما نبقى زي الكويت كده ونبقى ال5 جي. لا الخامس ده. الله جايبه قبل ما قعدوا، انت جايبه من الكويت معاك وانت جاي ده ولا ايه؟ بيجا طبعا السفير الكوري عايز يدلعه، فابتدى له هو عارفهم بياكلوا كلاب هناك، فابتدى له اول حاجه عشان ياخد له كده باللسان. عندنا لسان. لا مش بس كده حضرتك، مش لسان بس، السفير الكوري جاي مظبط له مخشي. بقول لك على المحشي مخشي. الراجل صراحه عمرو اديب مدلعه على الاخر. عمرو تقريبا بفكر فكره احنا يا جماعه ممكن بتخطئ. طبعا احنا ممكن نكون بنظلم عمرو على كده، يعني ممكن عمرو يكون عايز ينمي الاقتصاد، احنا بنتكلم على الاقتصاد وهو بينميه من طريقه ثانيه. يجيب سفير كوريا وبياكلوا البتاع، واركز قوي كمان على صنف مهم جدا، كان اهم صنف في المائده دي. يو لايك ملوخيه ها؟ بتحب الملوخيه؟ الملوخيه. وكلنا عارفين الملوخيه دي المخلل الموجود في كل بيت. لابوك ايه وبتاع. طبعا. بص مد ايدك تحت كده مع السفير، يمكن تصطاد ارنب، يقابلك ارنب او يقابلك مثلا شويه بهريس كده ولا بتاع، هتضيع وقتك في الشوربه يا فندم. انت جيت لنا كده في ملعبنا ملوخيه يعني عاملينها كنزات في الثلاجه. كنزات في الثلاجه. احنا ناس الملوخيه بالنسبه لنا خللها كده او بتديها لاصحابك، اي حاجه نفسك فيها معالي السفير اطلب وما تتكسفش، والخير ياما. وعم بندق ده ولا اسمه مظبط. ثم ودني قطه ايه يا ريس اللي انت بتتكلم عليه؟ الناس دي تكلمها في ودن كلب، دول بيشوا التعالي وياكلوها عادي كده، والسناكس بتاعهم اللي بياكلوه الصبح بيبقى مثلا شويه صراصير شويه بتاع. فانت جاي كده مفكر انك يعني جبت اخر ما عندك انك وبعدين بقى جيت للحقيقه يعني. هو بصراحه لو ودن ارنب ولا ودن قطه هو ودن كلب. انتوا قلت تخصص كلاب يعني مش هتفرق معاهم. انتوا بتشوا الثعالب والكلاب والصراصير واي حشرات بتقابلكم، اي حاجه فيها الروح تقريبا حضراتكم بتاكلوها. ويا ترى راي معالي السفير ايه في الملوخيه المصريه بتاعتنا؟ حلو قوي. لا يبقى كده عمرو اديب يا جماعه احنا ظلمناه صراحه. الراجل كده نوع على تصدير الملوخيه لكوريا، ما فيهاش كلام. ده ما هو كده الراجل بيدور معانا على حلول. طب كان اخد مثلا رجل فراخ بالمره اللي عرفونا بيها صدرها له، ولا كان حطها له على العزومه؟ مش كان عمرو اديب اول الناس اللي بيرشحوا لنا رجول الفراخ؟ النهارده الوليمه الكبيره المحترمه اللي معموله للسفير دي، والسفير ما بني ادم برضه زيه زي المصريين، ليه ياكل هو من الموز محشي عسل وش شعريه وش موال وبتاع، واحنا قاعدين مش لاقيين الجنيه؟ وبعدين انت جاي لعمرو اديب ده ملعبه اصلا ملعب الاكل. لا خلي الليمون والحاجات دي بعدين يا بابا خش عليا وانا لسه هناكل ليمون وكلام فاضي. خش عليا بالبهاريس، خش عليا مثلا بالصدور المخليه والفراخ والحاجات دي. فين الكلام؟ ليمون ايه؟ الليمون ده انا بزرعه في الجنينه عندي او في البلكونه، هتلاقيه مزروع منه في الشوارع. خش عليا يا حبيبي. المهم انا عايز وقت كتير عشان تسيبني وقت كتير عشان اكل كل الاكل ده. معانا كل الوقت. لا يا معايا السفير ده انت كده جاي على طمع كل الاكل ده. وعامة مش هنغلبه يعني، معاك حبيبك اللي هو هيقعد معاك في البرنامج ده اكيل يعني. انت من حظك الحلو ان معاك عموره اكيل بسم الله ما شاء الله. زي ما قلنا كل مدى بيهبق على مطعم معين، بيجيب اجله ويصفيه خالص ويمشي العماله منه ويتوكل على الله. كمان في اكله لذيذه جدا يا معالي السفير انت ما جربتهاش. ممبار. لا انت بتنطق ممبار كده. هي اسمها كده. الراجل هيعمل ايه يا جماعه؟ الاكله اسمها ممبار. وبعدين انت ما تتكسفش يا عموره قوي وانت بتقول له الممبار اللي هو مصراني يعني. الناس دي بقول لك والله بياكلوا كلاب. الاكله المفضله بالنسبه لهم السناجب، ولو يا سلام ثعلب محشي على الصبح كده بشويه رز ولا بتاع. دي اكلاتهم المفضله. فلما تقول ممبار بقى ما تتكسفش يعني. السفير من كتر اعجابه بالاكل بيقول حلو قوي. حلو قوي. تقريبا انت هتحوله زي ما قلت لك حرفيا لعزبه النخل. ثم ان في اكله مهمه جدا هنا يا معالي السفير حضرتك ما تجربتهاش تاني. الاكله دي تتمثل في عندنا هنا اسمها شوربه عمرو اديب اللي تخليك زي الخطيب. لا اكله هايله على ضمانتي. لا انا اكله هايله. ده انت خليت السفير مش عارف يرد ايه الاكله الغريبه دي. الراجل فين بعد نص ساعه اساسا يعني. الراجل اللي انت بتقوله ده فيهم بعد نص ساعه. احنا كده الحلقه شبه خلصت، بس قبل ما نختم لقائنا حابب اقول
ده الاعلام اللي هو بدل ما يشوف حلول للمشاكل طالع كل يوم والتاني، وعمرو اديب تحديدا يعني احنا مش بنقول كلام في المداري، طالع كل يوم والتاني في بوفيه محترم بيختار بقى ان كان برنس ان كان حد غلبان ينزل معاه، اكل في اكل في شرب، مش بنناقش قضايا مهمه في البلد، مش ده فين ولادي وحق ايه ومصر هتعمل ايه اكتر من كده. وللاسف احنا بننخدع ورا الاعلام بتاعنا اعلام يا جماعه ضروري 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 ان هو يتغير. بكده تكون حلقه النهارده خلصت. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك فيها ويفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير الحلقه الجايه وتصبحوا على